نشوف المنظر ده ونشوف هيقول ايه. دي جاموسه وحشيه، دي جاموسه واجتمع عليها دي جاموسه كبيره، يعني دي الام واجتمع عليها الاسود دول. الاولاد بقى هم اللي هينقذوا الام دلوقتي، وهنشوف الفقره بتاعت الحمار الوحشي بعدها ان شاء الله عز وجل. شوفوا الام يعني طريحه ومسكينها، وشوفوا الاولاد عمالين ينقذوا امهم. احنا شفنا قبل كده في حلقات سابقه ان الكبار انقذوا طفله او يعني صغيره من العجول، لكن شوفوا دول هم بيفرقوا الاسود وبيفرقوا المره دي هم بينقذوا امهم. تعالوا نشوف بقى المشهد المؤثر جدا ده. هي خلاص هي دلوقتي تقريبا كانت مستسلمه للموت ومجروحه في كل حته في جسمها. شوف بيقوموها ازاي، بيقوموها مش هتقوم. الاسود منتظره انهم يمشوا ويسيبوا امهم علشان يجوا يفترسوها وياكلوها. بصوا ومشوا فعلا هيمشوا، لكن الغريب اللي هيحصل ان الام هتقوم وتقول لهم كلمه واحده هتصيح فيهم صيحه واحده فقط. بعد ما هيمشوا خلاص هم هييأسوا من انها تقوم، مشيوا هم وزعلانين جدا لانهم هيسيبوها فريسه تؤكل، لكن هتكلمهم كلمه واحده. شوفوا كلمتهم الكلمه دي زي ما تكون بتقول لهم ما تسيبونيش لوحدي، انا برضو امكم ومحدش يعني يسيبني. شوفوا رجعوا ازاي بهمه عاليه جدا وطردوا الاسود تاني. وهتشوفوا دلوقتي المشهد ان رد جميل الاولاد لامهم، وادي الام بتقوم مره تانيه ومعافاه من لما شافت حنيه اولادها عليها. شوفوا بعد ما رأت الموت بعينيها، شوفوا ماشيه ازاي، وقد تكون حامل معايا وماشيه بتعرج، لكن هياخدوها وهيمشوا بعيدا عن الخطر. وده من باب رد الجميل. سبحان الله العظيم.